السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن هل ألم الثدي قبل الدورة بأسبوع من علامات الحمل؟ تنتظر العديد من النساء موعد الدورة الشهرية بفارغ الصبر، وخاصة إذا كن يحاولن الحمل. ومن أكثر الأعراض التي تثير التساؤل هي ألم الثدي قبل الدورة، فهل يعد من علامات الحمل المبكرة أم أنه مجرد عرض طبيعي يسبق الدورة الشهرية؟ دعونا نوضح الفرق. أولا، ألم الثدي قبل الدورة عرض طبيعي شائع. في العادة تشعر الكثير من النساء بألم أو احتقان في الثديين قبل الدورة الشهرية بأسبوع أو أكثر، ويعود ذلك إلى ارتفاع هرمون البروجسترون في النصف الثاني من الدورة. هذا الألم قد يكون في أحد الثديين أو كليهما، وأيضا مصحوب بتورم أو ثقل، ويختفي بمجرد نزول الدورة. إذا ألم الثدي قبل الدورة لا يعني بالضرورة حدوث حمل، بل هو عرض شائع جدا في المتلازمة السابقة للحيض. ثانيا، هل يمكن أن يكون من علامات الحمل؟ نعم، ألم الثدي قد يكون أيضا من أولى علامات الحمل، لكن يتميز ببعض الفروقات، مثل استمرار الألم بعد موعد الدورة وعدم زواله، وتغير في لون الثدي، وأيضا شعور بالوغز أو الحرقان في الثدي، ووجود حساسية غير معتادة لللمس. ويعود سبب هذا التغير إلى ارتفاع هرمون الحمل والإستروجين بعد انغراس البويضة، مما يؤدي إلى تحضير الثديين للرضاعة منذ الأسابيع الأولى. ثالثا، الفرق بين ألم الثدي قبل الدورة والحمل. أولا، مدة الألم. إذا كان الألم هو ناتج عن الحمل يستمر بعد موعد الدورة، أما ألم الثدي الطبيعي قبل الدورة فينتهي مع نزول الدورة. ثانيا، التغيرات المصاحبة. إذا كان ألم الثدي دال على بداية الحمل فيكون هناك تغيرات مثل بروز الأوردة وتغير لون الثدي. أما إذا كان الألم هو ألم طبيعي قبل الدورة فيكون هناك أعراض مصاحبة مثل انتفاخ بسيط. وإذا كان هناك وجود لألم الثدي قبل الدورة بأسبوع فقد يؤكد وجود حمل ووجود أعراض حمل مبكرة أخرى. وخلاصة الفيديو: ألم الثدي قبل الدورة بأسبوع هو عرض طبيعي وشائع، لكن إذا استمر هذا الألم بعد تأخر الدورة ورافقته تغيرات واضحة في شكل الثدي فقد يكون من علامات الحمل المبكرة. للتأكد ينصح بإجراء اختبار حمل منزلي بعد يوم أو يومين من تأخر الدورة، أو تحليل دم رقمي للحصول على نتيجة دقيقة. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيبة. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت، وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.